الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وان شاء الله السيشن المحاضره التعريفيه تبقى مفيده ليكم. انا دكتوره بايا، خريجه استم معادي دفعه 2018 وخريجه صيدله عين شمس دفعه 2023. بقالي 5 سنين بدي كورسز من ساعه ما اتخرجت من استم لحد دلوقتي. بدي لطلبه ثانويه عام لغات، وبدي لطلبه استم في مواد البيولوجي والكيمستري والجيولوجي. سواء ثانوي عام لغات انا بدي للغات بس، لكن في ستم سواء انت كنت جاي من مدرسه عربي او جاي من لغات ان شاء الله هيبقى الكورسز مناسبه ليك. في اول كل ترم دايما انا بحب ان انا ادي محاضره تعريفيه بحيث ان احنا نبقى على نور من البدايه. يا ترى انت داخل على ترم جديد، ايه شكل المنهج اللي انت هتقابله؟ ايه التحديات اللي ممكن تقابلك في المنهج ومحتاج ان انت تتعامل معاها من البدايه؟ هل المنهج صعب او سهل، او ايه بالظبط اللي صعب فيه عشان ابقى عامل حسابي من البدايه هتغلب عليه ازاي؟ وطبعا بنتكلم فيه على نظام الكورس بالتفصيل، كل اسبوع إيه الجدول بتاعنا، ايه بالظبط النظام اللي انت تتوقعه مني في الكورس، ومفروض منك انت شخصيا ايه عشان تقدر باذن الله تجيب اعلى الدرجات. فيلا بينا نبتدي عشان نشوف النظام بتاعنا هيبقى عامل ازاي. المفروض في المحاضره دي ان انا هعرفك على ماده البيولوجي والكيمستري بالتفصيل، وابتدي ان انا اكلمك على المناهج بتاعتها الترم ده عامل ازاي. طبعا انت لسه اولى ثانوي تقريبا، انت عندك ضعف عدد المواد اللي انت كنت بتاخده في ثالثه اعدادي. عندك حاجات كتيره قوي ممكن تكون قلقاك او مخوفاك، بس باذن الله هيبقى الموضوع بسيط، والترم طويل هنقدر ان احنا يعني نتعود فيه، واحنا كمان يعتبر ان احنا بادئين بدري. طبعا معظم مدرسين الثانويه العامه بيحبوا ان هم يبتدوا بدري اكتر من كده، بس صدقني المده باذن الله هتبقى كافيه ان احنا نخلص المنهج ونراجع ونحل، وان شاء الله ان انت تبقى سوبيريور في المناهج دي كلها. فاحنا هنبتدي دلوقتي نتكلم على ماده الكيمستري زي ما قلنا في النقط اللي احنا اتكلمنا عليها، من اول الجدول بتاعنا للنظام بتاع الكيمستري بالظبط اللي انت إيه اللي هتواجهه في المناهج. بس خلينا في البدايه ان احنا نتفق على شويه تفاصيل. انت آه عندك الساينس او العلوم اللي انت كنت بتاخده في ثالثه اعدادي اتقسم لاربع مواد: لبيولوجي وكيمستري وفيزيكس وجيولوجي. في اولى ثانوي وثانيه ثانوي انت بتاخد البيولوجي والكيمستري والفيزيكس، لكن بعد كده في سنه ثالثه سواء هتنقسموا علم علوم وعلم رياضه بتبتدي انها تضاف عليكم ماده الجيولوجي. طيب جميل، احنا دلوقتي في الكورس ده بندرس ماده البيولوجي وماده الكيمستري. تعالى بقى نتكلم على كل واحده منهم بالتفصيل. اولا ماده الكيمستري. الكيمستري انت في الجالب هتكون بتسمع عنها سمع يخوفك شويه منها او يقفلك منها شويه، او اللي انت تبقى متوقع ان هي ماده تقيله. في كل ما في الامر ان في مشكله واحده في الكيمستري لو انت ادركتها تقدر ان انت تقيس الماده دي او ان انت يعني تتملكها. ان الكيمستري تراكميه، وقع منك جزء وما ظبطتهوش هيقع منك اللي بعديه. دايما اللي بيخلي الكيمستري ماده صعبه ان حد ما بيكونش بيذاكر كويس في اولى او في ثانيه يبتدي انه يقع منه في سنه ثالثه. طيب الكيمستري بقى ايه نظامها؟ يا سيدي انت الكيمستري عندك في سنه اولى ثانوي متقسمه في الترم الاولاني 3 يونتس. اول يونت اللي هي كيمستري از سنترال ساينس، ثاني يونت كوانتيتيف كيمستري، ثالث يونت اللي هي سولوشنز اسيدز اند بيزز. بدايه كده تعالى ان احنا نتدرج في المنهج بتاعك عامل ازاي. اول يونت يا سيدي بيقول لك ان احنا في الكيمستري ده السنترال ساينس، يعني اساس العلوم كلها الكيمياء. طب اشمعنى؟ بيقول لك ان الكيمستري هي اكتر ساينس هتبتدي تلاقي ان هو بيتشعب في كل العلوم الثانيه، لان الكيمياء فيها حاجه مهمه جدا الا وهي الاتوم او الذره. الاتوم او الذره دي هي داخله في كل حاجه. يعني في الفيزيكس او في الفيزياء انت هتلاقي ان الاتوم داخله في كل حاجه، كل الابلكيشنز كل الحاجات اللي موجوده هي مكونه من جزيئات او من عناصر صغيره او من ذرات او اتومز صغيره. لو هنيجي في البايو هتلاقي ان الاساس في البايو السيل او الخليه وكل الحاجات بقى اللي احنا هنتكلم عليها في البايو. كل الحاجات دي من اول بقى البروتينات والنيوكليك اسيدز او اللي هي الاساس بتاع دي ان ايه للكربوهيدراتس للليبيدز او الفاتس، كل الحاجات دي مكونه من اتومز. هنيجي في الجيولوجي من اول كوكب الارض وكل الحاجات بتاعتها برضو الاساس بتاعت الحاجات دي اتومز. الكاركترستكس او الخواص بتاع كل حاجه من دول بيكون بسبب الاتومز اللي مكونه ليها. يعني لما نيجي نتكلم عن الجيولوجي ونتكلم عن الغلاف الجوي، او نيجي نتكلم هي طبعا الجيولوجيا بتكون بالعربي في ثانوي عام، بس بتكون بالانجلش في ستم. فانتوا هتلاقوا عندي ان انا دايما بخلط العربي مع الانجلش علشان يعني اغلب الناس ان هي تفهم يعني. فهتلاقي ان هو الغلاف الجوي او الاتموسفير او الكلام ده كله هتلاقي ان هو كله عباره عن اكسجين ونيتروجين والسبستانس اللي احنا عارفينها. التكوين بتاع الغلاف الجوي بيأثر على الكاركترستكس بتاعته، من ناحيه بيأثر على البريشر اللي هو بيعمله، بيأثر على التكوين بتاعه والمطر وكل الحاجات اللي بتتعمل. خلينا نقرب شويه للبايو. هتلاقي ان البايو يبتدي ان هو الكيمستري او التكوين
بتاع الاتومز، بتاع النيوكليك اسيد، بتاع الكربوهيدرات، كل الحاجات دي بتاثر على الخواص بتاعتها، بتاثر على كميه الانرجي اللي احنا بناخدها مع كل حاجه بناكلها، بتاثر مين هيدخلنا، بس مين هيخلي ان احنا يعني نخس في الوزن او ان احنا ما نتاثرش، مين هيدينا انرجي عاليه، بس مين لما احنا هناكله هنحس ان احنا هبطانين. فهي الفكره كلها ان كل الحاجات دي بتصب في الاخر في الاتومز. حتى لما نيجي للفيزيكس، لما نيجي بقى نخش في الادفانسد فيزيكس، لما نيجي بقى نخش في النيوكلير فيزيكس وفي في المودرن فيزيكس، الحاجات بقى اللي ليها علاقه بالاينشتاين ونظريه النسبيه والكلام ده كله، هتلاقي ان هي برضو كل الحاجات دي اساسها بشكل او باخر ليها علاقه بالاتوم. فاذا الكيمستري هي الاساس بسبب ان هي العلم اللي بيدرس الاتومز بالتفصيل. كمان الكيمستري عندنا حاجه دقيقه جدا، ان احنا ناس دقيقه. احنا هنا في الصيدله مثلا، او انا كدكتوره صيدلانيه، دايما احنا بنتحرى الدقه في كل حاجه، لازم كل حاجه تحصل بالظبط، لازم يكون عندنا كذا بكميه معينه بيرياكت مع كذا بكميه معينه وبيطلع لنا البرودكت الفلاني بالكميه العلانيه. فاذا احنا كل حاجه بالظبط عندنا لازم تحصل بالتفصيل، لازم يكون عندنا في كل حاجه في ميجرمنت تولز كتير قوي، اللي هي اللاب تولز كتير، وكل لاب تول من دول بتقيس حاجه معينه بشكل معين. طبعا كل الكلام ده احنا هناخده. فاحنا دايما في الكيمستري بنمشي بنظام يوم ما لازم يوم ما تفكر تنشن لازم تصيب. طيب ليه؟ لان احنا في الكيمستري احنا بنتعامل مع كيميكالز، والكيميكالز دي هي بتعمل كيميكال رياكشنز ما بينها وما بين بعضها، او بتعمل تفاعلات كيميائيه، والتفاعلات الكيميائيه دي احنا مش شايفينها. يعني انت ولا شايف الاتومز ولا شايف اي حاجه، انت لازم دايما بتتعامل بدقه، ولازم اي خطوه قبل ما تعملها تكون دارس بالظبط ايه الرياكتنت اللي هتخش وايه البرودكت اللي انت متوقعها، ولو حاجه غلط فانت هتعمل ايه بالظبط. طبعا ممكن يكون في حاجات ساينس ثانيه بتعمل نفس التفسير بالظبط، بس الاساس اكتر ناس دقيقه هي الكيمستري. حتى في صيدله كده بيعلمونا الوسوسه من كتر الدقه بتاعتها. فاذا انت في اول يونت هو هيكون بيعرفك عن الكيمستري من ناحيه الميجرمنت تولز بتاعتها، من ناحيه ومن ناحيه ازاي يعني ايه كيمستري اساسا. طب احنا ازاي بنقيس السبستنس، طب هي ايه اليونتس، ايه الايكويشنز اللي احنا بنعملها عشان نقيس اليونت، نقيس الحاجات، يعني ازاي بنقيس الدنسيتي، ازاي ان احنا نقيس الماس، طب ايه الادوات اللي احنا بنستخدمها، طب الادوات دي لو باظت نقدر نصلحها ازاي. فمن الاخر احنا هنظبط كل الاساس بتاعت الساينس في الجزء ده. وطبعا هنتكلم على الساينتفك ايكويبمنت من اول بقى السحاحه او اللي هي بيوريت، اللي هي الادوات بقى اللي انت ممكن تكون سمعت عنها، البيكر، البيورات، الفلاسك، كل الحاجات بقى اللي انت ممكن الفانل، كل بقى الادوات اللي انت ممكن تكون سمعت عنها احنا هنتكلم عنهم. طبعا انا هجيب لكم الادوات بتاعتي وهنبتدي ان احنا نشرح كل واحده منهم بالتفصيل. بعد كده هنبتدي ان احنا نتكلم عن النانو بارتيكلز او النانو تكنولوجي، ولما نيجي هنعرف ان هو احنا ليه بندرس ده في الكيمستري مش في بقيه الساينس. تمام، ده كده بالنسبه لي اول يونت. هنيجي في تاني يونت، هنبتدي ان احنا نتعمق بقى شويه. مش انت دلوقتي عرفتني البيزكس بتاعت الكيمستري والبيزكس بتاعت الساينس والاساس والاكيورسي، وازاي ان انا اكون بريسايز في كل حاجه بعملها، وازاي بقيس وازاي بستخدم الادوات وكل الكلام ده كله؟ حلو، وريني بقى هتستخدم الادوات دي ازاي. احنا اتفقنا ان الاساس بتاع الكيمستري بتاعنا هو الاتوم. هل انت بتعرف تمسك الاتوم؟ يعني هل الاتوم دي حاجه تقدر ان انت تمسكها تعمل بيها تفاعل كيميائي، او تقيسها، او تمسكها، او تشوفها؟ لا، الاتوم صغيره قوي. فاذا احنا لازم بنتعامل بحاجه اكبر شويه من الاتوم. يعني انا مش هتعامل باكسجين مولكيول واحده، انا بتعامل بحبه اكسجين مولكيولز. طب معلش يا بايا، هو ايه حبه دول؟ يعني انا مثلا بالنسبه لي ممكن اشوف الحبه دول اللي هم يملوا كف ايديا، ممكن حد تاني يشوف الحبه دول اللي هم يملوا كوبايه، حد تالت يشوف الحبه دول اللي هم مثلا يبقوا على قد ازازه او على قد لتر. مين بقى اللي هيحدد الحبه دي؟ احنا في الكيمستري هنحدد الحبه بتوعنا بالظبط في صوره حاجه اسمها مول. المول ده يونت مهمه جدا في الكيمستري، هي اشبه بس شويه بالدوزن يعني بالبير. يعني انت مثلا بالبير بتقول جوز، يعني بير من اي حاجه معناها اتنين من اي حاجه، بير اوف سوكس، بير اوف شوز، وهكذا. دوزن او اللي هي دستة من اي حاجه معناها 12. المول بقى بيعبر عن كميه معينه من الكيمستري اتومز او الكيمستري مولكيولز، او اي حاجه مش شرط بس يكون ليها علاقه بالكيمستري. احنا بقى في اليونت دي اهم واكتر يونت، لو اتظبطت معاك فالكيمستري بشكل عام هتتظبط معاك. دي اكتر يونت فعليا هتسمع معاك في بقيه الكيمستري.
اكتر يونت هتبقى محتاجه منك تركيز، وهتبقى محتاجه منك حل كتير، وهتبقى محتاجه مننا ان احنا كل جزء لو انت ما فهمتهوش فللاسف هياثر على الجزء اللي بعديه. في الجزء ده احنا دايما في الكورس بنهتم ان احنا نشرحه بالتفصيل، وكمان ان احنا نحل كتير، وكمان ان هي كل حاجه تبقى انت شايف هي ايه علاقتها بالواقع، بحيث ان انت تقدر تربط الكلام، مش بس تكون بتاخده على الورق او بس بتعرف تحل المسائل، لا، كل ما هتفهم احسن هتلاقي في الاخر ان الموضوع بيتعمل معاك بشكل افضل. طبعا بعد ما نعرف نقيس الاتوم او المولكيولز باليونت بتاعتنا، نبتدي بقى نشوف ان احنا ازاي نقدر نحدد الكيميكال رياكشنز، نعمل لها بالانسنج ازاي، نقدر نتوقع قد ايه كميه هتخش وقد ايه كميه هتخرج. وحقيقي هي يونت مسليه جدا لو فهمتها، باذن الله احنا هنسعى بكل الطرق في دكتور برايفيتيكيشن ان انت تفهمها ان ديتيلز وتقدر تطبق عليها. بعد كده بقى هنخش في يونت 3. يونت 3 هنبتدي نتكلم على اكتر حاجه منتشره في الكون كله، وهي السولوشنز او المحاليل. السولوشنز اللي هي بيكون معناها حاجه دايبه جوه حاجه. كل الحاجات اللي في حياتنا هي عباره عن حاجه دايبه جوه حاجه، سواء الدم بتاعك، سواء الحاجات اللي احنا بنشربها، حتى الموسات والحاجات اللي احنا بنستخدمها كلها عباره عن سولوشنز. فاذا يونت 3 هي مخصصه للسولوشنز بكل انواعها، من اول عصير المانجا اللي انت بتشربه للادويه اللي احنا بناخدها، لكل حاجه حرفيا. وهنختص في السولوشنز نوع خاص اللي هو الاسيدز والبيزز، او اللي هم الاحماض والقواعد. طبعا هنتكلم برضو عن الصوص. فاذا كده انت على مدار 3 يونتس هتتعرف على الكيمستري بالتفصيل، هتتعرف على ازاي تقيس الاتومز في الكيمستري بالتفصيل، وازاي تعمل كيميكال رياكشن، وازاي تقدر تحدد البرودكت، وازاي تعمل بالانسنج، وكل الكلام ده، تايبس اوف كيميكال رياكشن والكلام ده كله، لحد ما نوصل ليونت 3 هنتكلم عن اكتر حاجه موجوده في العالم كله وهي السولوشنز، وهنتكلم فيها اكتر عن الاسيدز والبيزز. برضو دي يونت مهمه جدا ومسليه جدا، وتقدر انت تشوفها على ارض الواقع، يعني كل الكونتنت بتاعها تقدر انت تلمسه في ارض الواقع. فاذا اول 3 يونتس في الكيمستري وهيكون خلص المنهج. طيب يا بايا، هو احنا بقى هنعمل ايه علشان نبقى بندرس الكلام ده بشكل كويس؟ احنا النظام بتاعنا في الكورس عموما بيقول ان احنا بنشرح كل حاجه من A to Z، من الالف للياء. نبتدي ان احنا نشرح كل حاجه بحيث ان انت يعني كانك ما ذاكرتش كيمياء قبل كده، او كانك ما تعرفش اي حاجه عن الكيمياء من الساينس اللي قبل كده، لحد ما انت تبقى محترف في الجزء ده. طبعا احنا الكلام ده بنعمله في السيشنز من خلال ان احنا بنشرح اجزاء، ان احنا نطبق عليها في اسئله، وبنبتدي ان احنا نشوف الابلكيشنز بتاعتها في الواقع. بعد كده بيكون في ديسكشن، سواء الحصه دي لايف او بيكون في ديسكشن لو الحصه مسجله بعد الحصه، بيكون يعني في مناقشه ما بيننا في الشات. وبعد كده بيبتدي ان احنا بعد كل جزء بنحل عليه اسئله، ننتقل بعد كده على الجزء اللي بعده، وفي الاخر بنربط الحاجات دي كلها ببعضها في حاجه اسمها مايند ماب، او اللي هي خريطه ذهنيه، عشان المنهج كله يبقى متربط في دماغك. بعد كده بيكون عندنا حاجه اسمها الواجب او اللي هو الاساينمنت. ده طبعا بيكون اونلاين لان احنا شغالين اونلاين. وقبل الحصه الجديده بيكون في كويز، احيانا عشان ما اكترش عليكم او اضايقكم، او ان انت مثلا ما بقاش برخم عليك في البدايه، بيكون الاساينمنت والكويز حاجه واحده بس في الاسبوع، يعني لا اما يكون في اساينمنت لا اما يكون في كويز. بس طبعا انا بعتمد اكتر ان هو يكون في اساينمنت وكويز. بعد كده بعد ما بنخلص كام درس او كام ليسون، بنبتدي ان احنا نعمل عليه اكزام، امتحان شامل، نبتدي ان انت تلخص عليه الموضوع. طبعا كل اسبوع بيكون في حاجه اسمها سولفنج سيشن او سيشن حل، بنمسك فيها بنوك الاسئله، ونقعد نحل الاسئله اللي فيها، وبنحرص ان احنا نشوف ازاي نفكر في السؤال، ازاي نقدر نحل السؤال باسرع طريقه، وازاي ان انا اقدر احله بكذا طريقه، بحيث ان انا اكون علم مع الوقت. طبعا في الاول الموضوع بيكون صعب، بس مع الوقت لازم تفهم ان الحل ده مهاره، والمهاره دي عشان تكتسبها بتحتاج ان انت تتعب، وبتحتاج ان انت يعني ما تيأسش. اوكي. فطبعا احنا بنكون معاك طول الوقت. طيب يا بايا، يعني احنا المنهج بتاعنا هيبقى ماشي ازاي؟ احنا ان شاء الله عندنا كل يونت ادي زي ما انت شايف كده، عندنا يونت 1 هتاخد 2 سيشن تقريبا، ده بحد اقصى، ان شاء الله تاخد اقل من كده. يونت 2 المفروض ان هي بتاخد 4 سيشنز، ويونت 3 المفروض ان هي بتاخد 6 سيشنز ماكسيمم. المفروض ان الترم احنا هنبتديه باذن الله 10 سبتمبر، اللي هو الاسبوع اللي جاي على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه، وبعد كده نخلص في 12 اسبوع. طبعا احنا احيانا كتير بندي بريكس في النص، فمقرر احنا ان شاء الله نخلص اول شهر 12، عشان في بريكس في النص هتاخدوها، بحيث ان احنا مثلا ايه ترتاحوا، تلموا المنهج، لو مثلا في اكزام تقدروا تستعدوا ليه. فكل الكلام ده هيخلص ان شاء الله على اول شهر 12، وانت المفروض الامتحانات بتاعتك 14 يناير، فان شاء الله هيبقى عندك تقريبا شهر او شهر ونص قبل الامتحانات، بحيث ان انت نعيد نراجع، لو انت عندك اسئله تحلها تاني، لو انت عندك اي مشكله تبتدي ان انت تتعمق فيها اكتر تحلها اكتر. فهتلاقي في الاخر ان في خلال ان شاء الله ال 12 اسبوع دول هنخلص السيشنز دي. طبعا المنهج بتاعنا في الكورس يعني منقسم ل2 بارت.
يعني عشان برضو يبقى الموضوع واضح اكتر، انت مثلا لما بتروح في سنتر اوف لاين فانت بتروح كل سيشن بتدفع للسنتر. لو مثلا في مدرسين اونلاين بيخلوك تدفع كل شهر، في مدرسين تانيين كده زي حالاتي لا بيخلوك تدفع في الترم كله، الترم كله تدفع مرتين، مره لنص المنهج الاولاني ومره لنص المنهج التاني. فالمنهج كله انا مقسماه جزئين، الجزء الاولاني فيه يونت 1 ومعظم يونت 2 ما عدا اخر ليسون، وبارت 2 فيه يونت 2 ويونت 3، وطبعا هتلاقي الكلام ده موضح في البرزنتيشن ولسه هنيجي للموضوع ده. في كل بارت منهم هيكون فيه نص المنهج ومراجعه على البارت واكزام، طبعا التست بانك. والجزء الثاني بيكون برضو فيه نفس الكلام. فانت في الترم كله بتدفع مرتين، مفيش اي مراجعات زياده لان هو اوريدي مراجعات من ضمن الجزء. حلو كده تمام. طيب ليه انا بعمل كده؟ علشان اسباب بسيطه جدا. اولا انا مش هينفع ان انت اونلاين اخليك تدفع كل سيشن. ثانيا انا مش هينفع ان انا اخليك تدفع كل شهر، لان في حاجات انا ممكن احتاج ان انا ازود لك معلومات فيها اكتر، او ان انا يعني اخليها ان هي بدل مثلا ما الحاجه دي خدت حصه خليها تاخد حصتين عشان نحل عليها اكتر. انا مش هحب ان انا ادفعك زياده على حس ان هو ايه كل شهر بنفس. لا انت تدفع عليهم مرتين وليك ان المنهج يخلص، مفيش اي زياده في السعر، مفيش اي تغيير بيحصل، مفيش اي يعني مره هقول لك تدفع زياده باي شكل من الاشكال. تمام تمام. تعالى بقى ان احنا نشوف منهج البويو. منهج البايو حقيقي من المناهج اللزوزه. بص يا سيدي، البايو هو علم الاحياء، يعني العلم اللي ليه علاقه بالحاجات الحيه. فالمنهج زي ما انت شايف كده متقسم في حاجات كتيره، بس برضه هو في الاول وفي الاخر 3 يونتس، او سوري انا اسفه 2 يونتس. كل الكلام ده في البايو هما 2 يونتس بس، هما 2 اسهل من بعض. طيب البايو ايه مشكلتها وايه التحديات بتاعتها؟ البايو جميله جدا ولذيذه جدا، بس هي محتاجه ان انت تحفظ وتعيد الحفظ. خلينا بس نتفق على حاجه، الكيمستري مش عارفه انت خدت بالك ولا لا، بس هو مهم بالنسبه لي ان انت تذاكر مره كويس وتفهم كويس، ما تقولش فاكس فاكس هفهم بعدين، وتقعد تحل كتير. طب البايو، البايو انت محتاج تعدي على المعلومه كذا مره وعلى مرات متقطعه. يعني ايه؟ يعني انت مش هينفع تيجي وتذاكر الدرس دلوقتي كويس قوي وتركنه وترجع له تاني قبل الامتحانات او ترجع له تاني بعد شهرين، لا انت كده هتنسى. مهما ذاكرت الدرس كويس ومهما قعدت تحفظ فيه، مهما بذلت فيه من مجهود ولخصته وبعدت عنه هتنساه. الموضوع اشبه برضه بالقران الكريم او باي حاجه الواحد ان هو بيحاول يحفظها، الحاجه دي لو ما عدتش عليها كذا مره وفي مرات منفصله هتنساها. طب احنا هنعمل ايه بقى في حاجه زي كده؟ احنا هنعمل كالاتي، انا هدي لك نظام للمذاكره بحيث ان انت هتعدي على المعلومه في الترم 4 مرات. عديت عليها 4 مرات مش مش هتنساها، لا ده انت هتفضل فاكرها طول حياتك. طبعا انت لو عديت اكتر من كده هيبقى خير وبركه، انا ما عنديش مشكله ان انت تفضل كل اسبوع بتذاكر منهج البايو، او ان انت مثلا تحدد ان كل اسبوع هتذاكر ماده من المواد اللي عندك. يعني يا سلام يا ريت. بس انا هخليني منطقيه معاك علشان يعني ما يبقاش بحملك حمل زياده، وفي نفس الوقت انا عايزك تبقى طالب شاطر ومتفوق وفي نفس الوقت بتذاكر بذكاء. اوكي تمام جميل. فالبايو احنا النظام بتاعنا ان انا في السيشن بعتمد ان انا احفظك، اوريك الاسئله بتيجي ازاي، اربط لك الحاجات دي بالواقع بحيث ان انت تحفظها وتفهمها كويس، لان البايو مش حفظ بس، البايو فهم كمان. في نفس الوقت بعد كده يعني هقول لك النظام بس يعني خلال السيشنز، فخليك ان انت تعدي على المعلومه اكتر من مره بشكل مختلف. ففي الاخر انت باذن الله يعني على مدار الترم هتكون حفظتها وتمكنت منها. بلس ان احنا بنعمل برضو حاجه اسمها مايند ماب. يعني ايه مايند ماب؟ يعني خريطه ذهنيه. ايه الفكره في الخريطه الذهنيه؟ بص يا حبيب قلبي، انت دلوقتي عندك مخك، لسه هناخد بقى ان شاء الله الكلام ده، عباره عن ابواب. الذاكره فيه عباره عن ابواب. في مشكله دايما بتحصل وانت بتذاكر ان انت تكون مفصص المعلومات عن بعض. يعني انت بتحفظ المعلومه دي لوحدها وبتحفظ المعلومه دي لوحدها وبتحفظ المعلومه دي لوحدها ومش بتربطهم ببعض. فلما تيجي في الامتحان كل مره انت مش مربط المعلومات ببعض، فانت كل مره بيسالك سؤال انت بتحتاج تعيد المعلومات كلها من الاول في دماغك لحد ما توصل للمعلومه اللي هو بيسالك عليها، لان انت مش عارف بالظبط ترتب المعلومات ترتيبها صح جوه دماغك. طب ده هيبقى مشكله في ايه؟ هيبقى مشكله ان انت هتبقى عامل زي الكتاب، واحنا مش عايزينك تبقى زي الكتاب، احنا هتبقى عايزينك زي الانترنت بتساله اي سؤال في اي وقت بيعرف يجيب لك المعلومه. لكن الكتاب بتفضل تقلب 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 لحد ما توصل للمعلومه. احنا مش عايزين كده، عايزين دماغك تبقى زي الانترنت، ان انت تعرف تربط المعلومات مع بعض بطريقه، وده اللي احنا ان شاء الله بنعمله في الكورس، بحيث ان في اي وقت استدعي اي معلومه منهم او اعمل كول لاي معلومه منهم تيجي. مش محتاج ان انا اقعد اقلب في كل دفاتر المعلومات اللي عندك لحد ما اعرف استخرج المعلومه اللي انا عايزها. طيب يا بايا مش فاهم قصدك قوي، حاضر.
من الحاجه المهمه اللي انت بتعملها في المايند ماب ان انت بتعرف معلومه مين خارجه من معلومه ايه. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي هنيجي مثلا في يونت 2 اقول لك ان احنا عندنا السيل، والسيل دي هي فيها هنتكلم مثلا عن الثيوري بتاعتها، وهنتكلم على الكومبوننتس الاساسيه بتاعتها، بعد كده هنتكلم على الالترا ستراكشر اللي هم الستراكشرز الديتيلد شويه. الثيوري هبتدي ان انا اقول لك في ساينتست واحد وساينتست اثنين وساينتست ثلاثه، كل واحد منهم قال واحد اثنين ثلاثه. بالنسبه للكومن ستراكشرز فاحنا مثلا عندنا النيوكليوس وعندنا البلازما ممبرين وعندنا واحد اثنين ثلاثه، ونبتدي تحت كل واحده نحدد في هيئه بوينتس كده اهم المعلومات. في الالترا ستراكشر عندنا الميتوكوندريا وعندنا كلوروبلاست، وبرده نحدد المين بوينتس تحت كل واحده. انا كده بعمل ايه؟ انا كده بحط لك المعلومات كلها في صفحه واحده تحت اطار واحد، فوانت بتحفظ تبقى انت عارف مين بيودي على فين. لكن انا دلوقتي لو بذاكر الميتوكوندريا لوحدها والكلوروبلاست لوحدها وهكذا لوحدها، ويجي يسالني سؤال ليه علاقه بالالترا ستراكشرز بشكل عام، او يجي يسالني سؤال محتاج ان انا اكون مجمع او مربط المعلومات مع بعض، طب انا كده هعمل ايه؟ انا كده مش هعرف ان انا المعلومات عندي حافظها بشكل منفصل. فمهم جدا 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 في البايو ان انت تعمل حاجتين: تعدي على المعلومه كذا مره وتربط المعلومات ببعض. طبعا ده غير ان انت تحفظ وتفهم وتحل، انا بكلمك بس على الاساسيات. طب جميل، تعالي بقى يا بايا كلميني منهج البايو بتاعي بيتكلم عن ايه. منهج البايو بتاعك متقسم لاثنين يونتس. اول يونت بيكلمك على الاساس بتاع البيولوجي. البيولوجي او علم الاحياء ليه بيزك يونتس. مش احنا دلوقتي في الكيمستري خدنا البيزك يونت او البيلدنج بلوك بتاعتنا او وحده الاساس هي الاتوم؟ نبتدي في الاول نتكلم على الاتوم او على الاساسيات بتاعت الاتوم. طيب بعد كده في في البايو لازم نعمل ايه؟ هنتكلم بقى على البيزك يونت بتاعت البايو. ايه بقى البيزك يونت بتاعت البايو او بتاعت علم الاحياء؟ الكربوهيدرات اللي هم النشويات، او خلينا نقول الكربوهيدرات بشكل عام، الليبيدز صوره مبسطه من الدهون، والبروتينات او بروتينز، والنيوكليك اسيد اللي هي وحده بناء الدي ان ايه او وحده بناء الحمض النووي. فدي الاربع حاجات الاساسيه اللي هتكون عندك في يونت 1. طبعا هنقعد نتكلم عليهم بالتفصيل في كذا جزء. هنبتدي ان احنا نتكلم على الكربوهيدرات بشكل منفصل، نتكلم على الاستراكشرز بتاعتهم وانواعهم، وانت لما بتاكلهم ايه اللي بيحصل بالظبط وتقسيماتهم وهكذا. بعد كده هنيجي في الليبيدز اللي هنعمل نفس الكلام، وهنيجي في البروتينز هنعمل نفس الكلام، وهنيجي في النيوكليك اسيد هنعمل نفس الكلام. الحفظ كتير شويتين والتفاصيل كتير شويتين. يعني انت مثلا هتيجي في الكربوهيدرات اقول لك ان انا عندك نوع من انواع الكربوهيدرات سكر معقد او اللي هي كومبلكس شوجر، وفي سامبل شوجر. والسامبل شوجر في بنتا كربون، وفي اللي هو تراي كربون، وفي تترا كربون، وفي بنتا. في انواع كتير وكل واحده من دول عليها امثله. عندنا جلوكوز وفركتوز وسكروز ومالتوز، عندنا انواع كتير. فالحاجات الحفظ الكتير دي نحتاج ان احنا بقى نقعد نلعب ونعمل حروف ونقطع، ونفضل طبعا ان احنا بنعمل الكلام ده في السيشن عشان تخرج من السيشن حافظ، وباذن الله يبقى الموضوع سهل ليك بعد كده. طب بعد كده في يونت 2 هقول لك يا سيدي انت خدت دلوقتي الوحده الاساس بتاعت البايو بشكل عام، عايزين بقى ناخد وحده الاساس بتاعت اجسام الكائنات الحيه او الاستراكشرز بتاعت الكائنات الحيه. فاحنا هندرس حاجتين بشكل اساسي: الانيمال سيل والبلانت سيل. الانيمال سيل اللي هي الخليه الحيوانيه او اللي موجوده في كل الحيوانات. احنا من ضمن الحيوانات البني ادم او الانسان والانيمالز بشكل عام، كل دول يعتبروا انيمال سيل. والبلانت سيل نبتدي بقى احنا نتكلم عن كل واحده منهم بالتفصيل. يا ترى الانيمال سيل ايه الاستراكشر بتاعها بالظبط، والبلانت سيل ايه الاستراكشر بتاعها بالظبط؟ احنا دلوقتي جسمنا اهو في تقريبا اكتر من تريليون خليه. كل خليه منهم بتقدر ان هي تشتغل وتعمل الوظيفه بتاعتها بشكل كامل متكامل، ومخلياك انسان قادر يفهم ويسمع ويشوف ويهضم، وقلبك يدق من غير ما انت تحس، وتستوعب الحاجات، تقدر تحرك جسمك وتقدر تعمل حاجات يعني لا حدود لها. كل الحاجات دي بسبب استراكشر بسيط جدا اللي هو السيل، فلازم احنا نقعد نفهمه بالتفصيل. البلانت من الحاجات المهمه جدا لاسباب كتير. من اولا ان هي الاساس بتاع الهرم الغذائي. الهرم الغذائي بتاعنا او اللي هو الفود بيراميد. مش عارفه انتوا عندكم علم عن الموضوع ده ولا لا، بس هو الفود بيراميد معناها ان هو كل كائن بيتغذى على الكائن الابسط منه، فكلنا بنتغذى على بعض. الاساس بتاع الغذاء بتاعنا كلنا هو البلانت، هو الاساس بتاعنا. فطبعا لازم نفهم البلانت بالتفصيل، البلانت سيل ستراكشر والكلام ده. طبعا احنا بعد كده نبتدي بقى ان احنا يعني نخش بشويه بالتفاصيل في السيلز. يعني اللي احنا هندرسه ده بيكون اسمها التيبيكال سيل، الخليه الاشهر او الخليه المثاليه. يعني مثلا انا لما اجي مثلا اوصف الانسان المصري، فاجي اجيب واحد بشرته خمريه شويه، ومثلا لو بنت اجيبها مثلا محجبه، ولو ولد اجيبه عامل شعره مثلا بستايل معين ولابس تيشيرت وبنطلون، والبنت كذلك، لان ده اشهر او اكتر ناس في مصر مثلا شكلهم كده.
طب انا دلوقتي عندي في جسمي شكل الخليه التيبيكال او الشكل الاشهر ده في الانيمال سيل وده في البلانت سيل. طيب انت عندك في جسمك تريليون خليه بيعملوا اكتر من مليون وظيفه، هل كلهم هيكونوا نفس الشكل؟ اسال نفسك كده، هل كل الخلايا اللي في جسمك هيكون شكلها مدور ومبقلص كده وكلهم نفس الشكل؟ لا طبعا. الخلايا بتاعت النيرف سيستم هتكون مختلفه عن الخلايا بتاعت الماسكولار سيستم، مختلفه عن الخلايا بتاعت الدايجستيف سيستم، مختلفه عن الخلايا بتاعت الستم سيلز، مختلفه عن الخلايا بتاعت الريد بلاد سيلز. فكل الخلايا دي هتبقى مختلفه. فنبتدي ان احنا نتكلم عن الانواع بتاعت الخلايا الموجوده بالتفصيل في جسمك وفي جسم النبات. النبات كذلك، النبات عنده اجزاء كتيره، في جزء في النبات بيكون ناشف، في جزء من النبات بيكون مسكر، في جزء في النبات بيكون عباره عن بذره، في جزء من النبات اللي هو بتاع الريبرودكتيف سيستم او اللي هو الجهاز التناسلي بتاع النبات. فطبعا الاستراكشرز دي هتكون مختلفه، فبالتالي هيكون في اختلاف في التايبس اوف سيلز. وبرده هنتكلم عن ده بالتفصيل، وبكده هيكون المنهج بتاع البايو خلص. طب هنعمل ايه في البايو؟ البايو عندنا 2 يونتس. اول يونت عباره عن 3 شباتر، توتال شابترز دي 5 lessons. فاحنا الكلام ده هيحتاج مننا تقريبا 6 سيشنز ماكسيمم. يونت 2 نفس الكلام برضه 6 سيشنز ماكسيمم. فاحنا توتال زي الكيمستري هيبقى عندنا 12 اسبوع شرح و12 اسبوع سيشنز حل. وطبعا هنخلص برضو المنهج على اول شهر 12 باذن الله، عشان في النص ادي لكم تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع بريك مش متصلين. يعني نخلص مثلا اول اسبوعين 3 شرح، ادي لكم اسبوع بريك بحيث انتوا تلموا المناهج. وان شاء الله ما تقلقش برضو بنخلص بدري عادي يعني. نفس الكلام ده بعمله مع ستيم ومع ثانويه عامه ومع اولى ومع ثانيه ومع ثالثه، والحمد لله يعني ايه بنخلص بدري. انتوا بس يعني ممكن متعودين المدرسين بيخلصوا بدري زياده، بس هما بيبقوا في الغالب بيعملوا كده عشان يقدروا ان هم يتفرغوا لسنه ثالثه. بس يعني بالنسبه لنا في الموضوع الاونلاين بيكون مش مهم قوي بالنسبه لنا الموضوع ده، بقدر ما انت تكون مستوعب وتاخد البريك بتاعك زي ما انت، والدنيا تبقى فل وجميله. النظام بتاعنا في البايو السيشن بنقعد نشرح بالتفصيل برضو من الالف للياء او من A to Z. بعد كده بنفضل يعني نعيد بعض الحاجات لحد ما تحفظها وبنربطها بشكل معين. بنحل اسئله برضو في خلال السيشن. بعد كده بيكون عندنا الاساينمنت والكويز في خلال الاسبوع. بيكون عندنا سيشن حل كل اسبوع بحيث ان احنا نحل فيهم الاساينمنت والكويز، تبقى انت مجمع كل الافكار بتاعه الحل. كل كام اسبوع بيكون عندنا سيشن حل لامتحان كبير او للتست بانك علشان تبقى انت مجمع الافكار. البرزنتيشن او PDF هيبقى معاك، فانت مش محتاج تشتري الكتاب، انا كده كده بلخص لك الكتاب وبلخص لك المصادر الثانيه، وهتقدر انت يكون معاك الملزمه كمصدر او مرجع ليك. ايه تاني؟ ايه تاني؟ طبعا مش محتاجه اقول لك ان السيشن، او محتاجه اقول لك يمكن ان السيشن بيكون فيها فيديوز تفاعليه بحيث ان انت تقدر تربط الموضوع، بحيث ان انت تقدر تشوف الكلام ده في الواقع شكله عامل ازاي وتقدر تحفظه بشكل احسن. يعني في العادي انا بحب ان انا اطبق نظام يكون انتر اكتف شويه في التعليم، نظام تفاعلي شويه، بحيث ان انت تحب الموضوع مش بس ان انت تجيب درجات عاليه. لان كده كده سهل ان انت تجيب درجات عاليه، مش دي الكونسيرن بتاعي قوي. ان باذن الله يعني كده كده سهل باذن الله خليك تجيب درجات عاليه. انا المهم بالنسبه لي انت تحب الماده، تحفظها كويس، تعرف تحل عليها، ما تبقاش طهقان منها، وباذن الله في السنين اللي جايه تبقى انت فاكر المعلومات كويس قوي عشان تبقى متاسس. مش محتاجه اقول لكم ان اولى ثانوي بقدر ما هي سنه جديده وانت بتنتقل من مرحله لمرحله، هتاخد حريه اكتر، هتبقى مختلط بمجتمع مختلف، الا ان هي سنه مهمه. انت دلوقتي دخلت في سن جديد الا هو سن المراهقه. السن ده ليه مساوئه وليه امتيازاته. الانرجي اللي عندنا بتكون عندنا في انا خلاص بقيت من الشباب مش من المراهقين، 22 سنه. ففي الفتره دي عموما فتره المراهقه الانرجي اللي بتكون عندنا بتكون عاليه جدا. في نفس الوقت انت بيكون عندك تشتت عالي جدا، بتبقى حاسس حرفيا ان الدنيا كلها ملكك، حاسس ان انت ممكن تعمل كل حاجه، حاسس ان كل حاجه في ايديك، انت تقدر تروح يمين وشمال وتقدر تحقق كل حاجه. وتفتكر ان انت بقيه عمرك هيبقى عندك نفس الانرجي دي ونفس ونفس الحماس ده ونفس القدره ان انت تعمل كل الحاجات دي. بس للاسف الانرجي بتاعتنا بتقل مع الوقت. فانت بتحتاج في الفتره دي ان انت تستغلها احسن استغلال، تذاكر كويس، تأسس نفسك كويس، تبقى شخص محترم ويعتمد عليه، تبقى شخص يعني تبني مستقبلك من دلوقتي. طبعا انا في خلال السنه كل شويه احب اقول لكم على كورس زياده ان انتوا تستفيدوا منها، احب اقول لكم على مسارات زياده تحبوا تشقوا نفسكم فيها، بحيث ان انت يعني عبال ما تخلص 3 سنين ثانوي تكون انسان يعني مش بس جايب درجات عاليه، لا انت تبقى انسان كامل متكامل ناضج، خاض اكسبيرينس كتير، وحرفيا امتص كل الاكسبيرينس او التجربه او التجارب الحلوه اللي في المرحله دي. طبعا الكلام ده انا بعمله سواء مع طلبه ثانويه عامه او مع طلبه ستيم. ممكن في ستيم بيكون الموضوع اسهل شويه علشان نظام الدراسه بيشجع على ان انت تخش في اكتيفيتيز كتير بجانب الدراسه. بس انا برضو يعني اتمنى ان انت في ثانويه عامه تقدر ان انت تعمل ده، وهحاول ان انا ادلك على الطريق يعني كطالبه ستيم قديمه وكشخص مختلط بالكوميونتي ستيم لحد دلوقتي. المهم يا سيدي ان احنا النظام بتاعنا هيبقى كالاتي.
الكورس بتاعنا بالنسبه للكيمستري يبتدي 10 سبتمبر، وبالنسبه للبايو يبتدي 11 سبتمبر. اول حصه هتبقى فور فري عشان تقدر ان انت تشوف النظام بتاعي هيكون مريحك ولا لا. كده كده مفيش مدرس بيرفكت، كل مدرس بيكون ليه العيوب بتاعته والامتيازات بتاعته. انت بتشوف المدرس اللي هيكون مريحك وتقدر تحصل منه على اكبر استفاده وقادر تتماشى معاه، وبتشوف باذن الله ان هو ده اللي هتكمل معاه ولا حد تاني. ما تحاولش ان انت تاخد مع 2 مدرسين في نفس الوقت ارجوكم. مفيش حد في ال5 سنين اللي انا بدرس فيهم وقبلهم 3 سنين اللي انا كنت فيهم طالبه في ثانويه عامه، مفيش حد بياخد مع كذا مدرس في نفس الوقت، واحد اوفلاين واحد اونلاين، بيجيب درجه عاليه. ده نظام فاشل. انت محتاج وقت مع نفسك علشان تقدر تستوعب الماده، ارجوك بليز. ماشي. فباذن الله يعني انا بشكل مستمر باخد الفيدباك منكم، بحيث ان اي حاجه انتم محتاجينها انا بقدمها لكم بشكل مستمر. وانا يعني عموما الحمد لله بشكل عام شخص متطور، بحاول دايما ان الحاجه اللي انا بعملها تكون احسن كل فتره. يعني ممكن تلاقيني كل اسبوع بتطور عن الاسبوع اللي قبليه، طبعا ده بفضل الله، يعني مش حاجه مني يعني. المهم الاسبوع بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. يوم الاحد الساعه 1:30 الظهر هيبقى فيه كيمستري سيشن. يوم الاثنين الساعه 1:30 الظهر هيبقى فيه بايو سيشنز. السيشنز بتاعتي بتبقى يعتبر من 2:30 ل3، واحتمال تبقى اقل شويه. المفروض في السيشن تقريبا بنخلص ليسون، بس طبعا عشان بنحل في السيشن وبيكون في ديسكشن فعشان كده السيشن بتطول شويه. الناس اللي بتروح المدرسه في السيشن هتبقى مسجله بكل الديتيلز بتاعتها، وفي حاجات هتفهموها معايا مع الوقت. يعني انا لما بسجل السيشن بسجلها بنظام معين شويه، بسجلها بنظام يسهل عليك ان انت توصل للمعلومه اللي انت عايزها في اي وقت. بعمل حاجه اسمها شابترز في السيشن، مش عارفه. بصوا يعني في حاجات كتيره هتوضح لما باذن الله تشتغلوا معايا. مش كده انا حتى عامله اول سيشن فري بحيث ان انتوا تعرفوا اكتر نظام. كل الكلام ده بعد كل اسبوع بيبقى في نفس اليوم هينزل الاساينمنت بتاع السيشن، والكويز بتاعها بينزل على بيرسيبو. انا بشتغل على بيرسيبو. ده كده المحتوى بتاع اول يعني اول بارت. احنا اتفقنا ان الترم كله متقسم ل2 بارت. اول بارت المفروض ان هو هيكون فيه 5 سيشنز شرح بايو بلس واحده مراجعه، و5 سيشنز شرح كيمستري بلس واحده مراجعه، و10 سولفنج سيشن 10 سولفنج سيشن، 5 بايو و5 كيمستري. يعني 5 سيشنز حل بايو و5 سيشنز حل كيمستري. فكده توتال اول بارت تقريبا 22 سيشن. والمفروض ان هو هيتشرح فيه يونت 1 بايو كامله، ويونت 1 كيمستري بلس شابتر 2 في يونت 2 في الكيمستري. زي ما اتفقنا كل الكلام ده على بعضه بارت 1 كله على بعضه كده شاكب راكب بالملازم بكل حاجه ب 300. ده بارت 1، وبارت 2 هيبقى نفس الكلام. طيب ايه تعملوا عشان لو عايز تشترك؟ اعتقد ان معظمكم عارف بيرسيبو، هيخش يلاقي الكورسز بتاعتي على بيرسيبو. بيرسيبو انا مش بشتغل اللايف منه، انا بشتغل اللايف من على زوم عشان اقدر اكون انتراكتيف معاكم اثناء السيشن. فاللايف بيكون على زوم. انت المفروض بتكون موجود في جروب بيتبعت عليه لينك الزوم كل اسبوع الساعه 1:30. بتخش على اللينك بتاع الزوم. ساعتها بقى بنشرح النظام بتاع اللايف بيكون عامل ازاي، ان انت بيكون عندك فرصه ان انت تتواصل معايا صوت وصوره. ف ساعتها بقى يعني اثناء اول سيشن هنتكلم عن النظام بتاعنا بيكون عامل ازاي بالظبط. المهم يعني في حاله ان انت هتشترك باذن الله، فدي الارقام بتاعه التحويل، دي الارقام الشخصيه بتاعتي. بعد كده بتبعت التفاصيل للاسيستنت، بتبعت لها انت مين، تبعت لها صوره الايصال، تبعت لها انت بعت الايصال امتى، تبعت لها سنه كام، تستم ولا ثانوي عام، انت يعني جريد 10 او اللي هو سنه اولى ولا سنه ثانيه ولا سنه ثالثه، المواد اللي انت عايزها. ممكن تكون عايز بايو بس او كيمستري بس. ففي حاله ان انت عايز بايو بس او كيمستري بس، ساعتها بيكون البارت ب 200. يعني ساعتها هيكون السنه كلها او سوري الترم كله هيكون ب 400 لو انت هتاخد ماده واحده بس منه. لو انت هتاخد كيمستري وبايو فساعتها بيكون ليك خصم، ما بيكونش الاثنين ب 400، لا ساعتها بيحصل خصم ان بدل ما المادتين بارت 1 ب 400 لا بارت 1 هيبقى ب 300. لو في اي حد مش فاهم اي حاجه يقول لي يتواصل معايا، بس يعني يبعت على الجروب. انا عارفه ان انتم ممكن معظمكم يكون مخضوض او حاسس ان في حاجات جديده عليه، بس باذن الله يعني هي ديتها 3 اسابيع وهتتعود. انا عايزه بس في حاجه بس عايزه اقولها، يعني ان لو يعني اولا يعني لو انت اتقبلت في ستيم باذن الله فانت الفلوس اللي انت بتدفعها بتتحول للكورس بتاع ستيم بشكل تلقائي، مش بتحتاج ان انت تدفع زياده يعني، الا اذا انت هتاخد ماده الجيولوجي في ستيم. المهم يعني ان آه، معظمكم اعتقد اللي بيسمعني دلوقتي هو مقدم ستيم او مقدم متفوقين او مقدم ضبعه او مقدم اي حاجه من السيستم بتاع المدارس دي. فانا بس عايزه اقول كلام يبان كلاسيكي شويه، بس بجد بجد في ناس كتير لما ما بتخش ستيم ممكن بتنجح اكتر من ناس دخلت ستيم.
وفي ناس كتير بتخش ستيم بتنجح اكتر بكتير من لو مثلا هي كانت كملت في ثانوي عام. اللي انا اقصده ان ايا كان المكان اللي ربنا هيحطك فيه، حاول تحط ان ده رزق ربنا اللي باذن الله انت لما هتجتهد فيه هتوصل لحاجه كبيره قوي. مع الوقت هقول لكم امثله لناس كتير ممكن ما اتقبلتش في ستيم وقدرت ان هي تحقق نجاح كبير في حياتها، والعكس صحيح بالنسبه للناس اللي بتكمل في ستيم. فكل ما في الامر ان ده سن حرفيا جميل جدا، هتقدر تستفيد بيه بكل الانرجي اللي عندك لو انت حاطط في بالك ان انت تحوط نفسك بالناس الكويسه. انا مش عايزه طول الوقت اكون بنصحكم بحاجات، لان في الاول وفي الاخر الترم بيكون ضيق وبيكون يا دوبك على قد المعلومات. بس في نفس الوقت يعني من وقت للتاني ممكن احب ادي لكم نصيحه صغيره من الاخطاء المتكرره اللي انا بشوفها من الناس اللي بتعملها في السن ده. انا بكون مختلطه بيكم بشكل قريب شويه، فببقى قادره المس نوعيه المشاكل اللي ممكن تكونوا بتعملوها. كمان انا قريبه شويه ليكم في السن، ف يعني في اخطاء انا ممكن اكون عملتها او شفت زمايلي عملوها، شفت ان هي بتؤدي لنتائج سلبيه، فمش هحب ان انتم باذن الله تكونوا بتقعوا في نفس الاخطاء. مش عارفه ايه تاني ممكن تكونوا محتاجين تعرفوه. بس هتلاقوا بقى في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، هتلاقوا يعني هتلاقوا المعلومات بقى اللي انتم محتاجينها، من اول اللينكات بتاعت اللي انت المفروض تحتاج تخشها، للجروبس اللي انت محتاج تكون عارفها، لاي حاجه بقى، اي حاجه هتكون انت عارفها. آه بس يعني اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، واي حد عايز يوصل لي يقدر يبعت على الجروب. بالتوفيق باذن الله، اشوفكم الاسبوع اللي جاي.